تعالى اقول لكم مريم ازاي اتعلمت سواقة العجل في يوم واحد بس وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس دي مش القصة، انا هرجع من الاول كده ونشوف القصة ابتدت ازاي. اللي مش عارفني، انا اسمي محمود مصطفى، من عاشق الدراجات الهوائية وخاصة بلعيب MTB ستانت. فانا بحب الدراجات جدا، فما ينفعش اروح اي مكان غير لما اخد العجلة بتاعتي معايا. المرة دي كنت في تلال السخنة وكنت ماشي على الممشى، وهنا ده باختصار كده دي رياضة MTB ستانت. هنا بعمل سويتش باك وهنا بعمل ويلي، وبجد هي رياضة حلوة جدا واخد فيها أول مصر. فيعني دي حاجة بسيطة من ضمن اللي أنا بعمله. وبعد كده طلعت من البوابة، بس هي في حاجة لفتت نظري، فلقيت حاجة غريبة على الممشى أو كده. فالناس مش بتحب ركوب الدراجات أو مش مهتمية بركوب الدراجات. أي نعم، هي دي ثقافة الناس لو عرفت الفوائد بتاعتها يعني أكيد هتركب دراجات. بعد كده قررت ان انا اعمل حاجة. اول حاجة لقيت عجل موجود على بوابة الشاطئ. بعد كده قلت يمكن الناس فاكرة العجل ده برايفت او حاجة او كده، فقلت لا استنى شوية. ما لقيتش حد. بعد كده ابتديت اعرض على الناس اللي فيه عجل فري، مسموح لك ان انت ممكن تاخده في خلال الممشى او كده اللي انت تركبه تمارس رياضة الدراجات. وهنا بعد محاولات كتير مع الناس الطريقة بتاعتي نجحت، وفي ناس استجابت وحاولت تجرب تاخد تجربة ركوب الدراجات. كان معانا حد، أول حد خدها كان ولد صغير فخدها وانبسط جدا وجه. وبعد كده تاني حد، فرحة النجاح. بعد كده جم شباب سكر كده فركبوا العجل وكان عجبتهم التجربة جدا. قلت لهم فيهم أي مشاكل أو حاجة؟ لا بجد حلوة جدا، أنا المفروض أروح بيها الشاليه وآجي وكده. فكانت التجربة لذيذة. فقال لي لا انا كل يوم هاجي اركب دراجات. والبنات نفس الفكره برضو، حبوا التجربه، هما كانوا متاخرين جدا عن التجربه ديت. قال لي بجد التجربه حلوه جدا، بس انا عشان مش واخد على عجل وكده، ولو سوقت عجل اكتر او كده فهيبقى الموضوع احسن بكتير. ابتديت انصحهم اللي هو فيه فوائد واعلمهم السرعات وكده. قال لي طب الموضوع هيبقى سهل ولا ايه؟ فقال لي بس انا عندي مشكله في الطلعات وكده. قلت له لا في سرعات وكده. ابتديت اعرفه عليها وكده، والعجل ابتدى يقع. فقال لي لا تمام حلو جدا. بعد كده حد ووالده كان عايزين يجربوا ياخدوا تجربة او كده اللي هم يركبوا دراجات. فقلت له يلا بينا. نبتدي التجربة مع مريم جات لي ما كانتش عارفة تسوق عجل، فقالت لي انا حابة التجربة بس ما بعرفش اسوق او ما جربتش قبل كده. فاديتها الاساسيات. لو انت عايز تتفرج على الفيديو بتاع الاساسيات السواقة ازاي تسوق عجلة هتلاقيه في البايو. او لف كده بس تاني. هنا ابتدت بقى تتعود على الملفات يمين وشمال وكده، وابتدى يبقى عندها بالانس وبجد بقى عندها ثقة في نفسها. هي خلاص بقت ماشية واثقة من نفسها جدا بالعجلة، وهي كانت مبسوطة اللي هي جربت حاجة زي كده. عشان كده انت اللي هتكسبي. يلا بسرعة سيبك تكسبي. واحنا قلنا هنخش يمين او شمال مع الناس. انتهى فيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو وتشير مع اصحابك، تعمل سبسكرايب.